طب هو الاهلي امبارح اتعادل مع البنك الاهلي ليه؟ الاهلي اتعادل مع البنك الاهلي علشان بمنتهى البساطه النادي الاهلي كان بيلعب باتنين لعيبه قصاد 11 لاعب، وتمام الماتش ده ان النادي الاهلي كان لازم يخسر المباراه دي، وكويس قوي ان احنا طلعنا بنقطه التعادل من المباراه دي. انت كنت بتلعب باتنين بالظبط، مصطفى شوبير ومروان عطيه، دول الاتنين اللي نقدر نقول ان هم كانوا بيلعبوا بروح وعندهم خوف على الفرقه. لكن غير كده انا ما شفتش اي حد في الملعب بيعمل ابسط قواعد كرة القدم. ده غير طبعا التأليف والتشكيل الغريب اللي بينزل بيه مارسيل كولر كل مباراة. معرفش الصراحة، يعني بيكون عنده لعيب أفضل على الدكة وبيصمم إن هو يبدأ باللاعب السيء. يعني عندك واحد مثلا زي خالد عبد الفتاح ده، ازاي خالد عبد الفتاح يا جماعة يبتدي مباراة زي دي وعندك واحد زي عمر كمال قاعد دكة؟ ليه؟ ليه؟ ليه هبتدي بباك يمين أساسه دفاعي وما بيهاجمش أصلا؟ طب ما أنا أنزل باك يمين يفيدني هجوميا زي عمر كمال. عمر كمال يا جماعة إمتى هياخد فرصته مع النادي الأهلي؟ امتى؟ امتى هشوف عمر كمال اساسي مع النادي الاهلي؟ انا عندي سكواد النادي الاهلي فيه مشاكل كتير جدا دلوقتي، ده انسب وقت يخش فيه عمر كمال، انسب وقت اشوف عمر كمال بيلعب اساسي يا اما باك يمين يا اما جناح يمين، ان انا اشوفه اساسي في الملعب. لكن ان انا اشوفه بديل لخالد عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح اللي ملوش اي دور في الملعب، عمر كمال بديل لخالد عبد الفتاح؟ ده غير طبعا ان انت عندك اتنين كوارث في قلب الدفاع، اتنين رامي ربيعة وياسر ابراهيم، دول اتنين بسم الله ما شاء الله عليهم ابطأ منهم مفيش، اتنين سيئين جدا. وقلنا عوضنا محمد عبد المنعم باشرف داري، طلع اشرف داري مصاب طول الوقت وجايبين لعيب مصاب اصلا وما استفدناش منه بنكله، وفي الاخر جمهور الاهلي هو اللي بيتحرق دمه. يا راجل امبارح البنك الاهلي كان ممكن يجيب بمنتهى السهوله 3 اهداف فيك، 3 اهداف في الشوط الاولاني ضايعين من البنك الاهلي. لولا تالق مصطفى شوبير الشوط ده كان يخلص 3-0 للبنك الاهلي او 3-1 عشان كره حسين الشحات. لكن تمامها ان النادي الاهلي كان لازم يخسر، يطلع خسران من الشوط الاولاني. الباك الشمال يحيى عطية الله، هو انا جايب لاعب اجنبي علشان ما استفدش منه بحاجه؟ يعني يحيى عطية الله بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ايه الاضافه الهجوميه اللي قدمها لي يحيى عطية الله؟ حد كده يطلع يقول لي ايه الاضافه الهجوميه اللي قدمها يحيى عطية الله في الملعب؟ زيرو. زيرو يا اخي. ده انا لما بفتكر اللي كان بيعمله معلول بتحسر على الايام دي، والله والله العظيم بتحسر على الايام دي. كوكا، كوكا يا عم كوكا، فينك يا كوكا؟ هو انت لعبت لي كام ماتش حلو قلنا عليك ان انت نجم المستقبل، خلاص بقى رجعت نمت تاني ولا ايه يا عم كوكا؟ حرام عليك يا اخي، يا عم اقعد دكه، اقعد دكه. وانا جايب صفقه يا جماعه ب 50 مليون جنيه اللي هو عمر الساعي ده عشان الاعب كوكا اللي مستواه زي الزفت؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ هو الفلوس دي حرام؟ 50 مليون جنيه دافعها في لاعب عشان في الاخر اشوف كوكا بالمستوى المزري ده وعمر الساعي قاعد احتياطي ليه؟ طب ما تلعب عمر الساعي طالما كلهم وحشين، طب ما تجرب عمر الساعي، ما يمكن يجي منه، يمكن تكسب لاعب جديد، يمكن تكسب رقم 8 جديد، يمكن تكسب رقم 8 مكان امام عاشور. ايه رايك؟ مش فكره حلوه؟ ممكن نجربها. تعالى بقى للزغلول الكبير اللي اسمه تاو ده. هو تاو ده يا جماعه يعني انا ما اعرفش لغايه دلوقتي بيلعب في النادي الاهلي ليه؟ يعني ماسك علينا زله؟ حد يقول لي ماسك علينا زله؟ ماسك علينا سيديهات مثلا؟ ماسك على جمهور الاهلي سيديهات؟ ماسك على اداره الاهلي سيديهات؟ ماسك على اللعيبه زمايله سيديهات؟ ما هو انا عايز افهم تاو ده موجود ليه في الفرقه لغايه دلوقتي؟ بيعمل ايه؟ هتقول لي عايز يكمل عقده ومش عايز يتنازل عن مستحقاته، انت كاداره تتصرف، انا ماليش علاقه. لكن انا ما يتحرقش دمي كل ماتش مع واحد ملوش اي 30 لازمه في الملعب. تعالى بقى لحسين الشحات. انا حسين الشحات ده يا جماعه بحس ان هو اساسا مش عايز يلعب، يعني انا حسيته نازل الماتش امبارح مش عايز يلعب، ملوش مزاج، مزاجه مش رايق، لسه ما اصطبحش فمش عايز يلعب الماتش. اصل ده واحد يا جماعه ضمن مكانه كاساسي خلاص، ضمن مكانه وضمن ان مفيش حد هيلعب مكانه، فخلاص انا واحد ضامن مكاني، العب ليه بقى واتعب نفسي ليه؟ ما انا كده كده هلعب اساسي ومارسيل كولر هيلاعبني اساسي، وكده كده كل ماتش هضيع لي انفراد ولا اتنين عادي، يعني ما النادي الاهلي بيستحمل عادي، يعني مش مشكله، ايه يعني انفراد ضيعته يعني؟ انفراد في المباراه دي وانفراد في مباراه الزمالك في السوبر دخلت عواد علينا في الجيم، وانفراد في مباراه العين، وحاجه زي الفل يا باشا، انت كل مره انفراداتك زي الفل يعني. ضيع براحتك يا باشا، ما انت كده كده ضامن مكانك فعادي برضه، عادي. هو كهربا يا جماعه بيلعب في النادي الاهلي عشان صاحب امام عاشور؟ ما انا عايز افهم، كهربا لسه مستمر في النادي الاهلي عشان هو صاحب امام عاشور؟ اصل اللي بيعمله كهربا في الملعب ده ما ينفعش يلعب في النادي الاهلي يا جماعه.
الكرة اللي ضيعها جوه ال6 ياردات وبيشوطها في جسم الحارس، دي كورة المفروض بعدها كهربا ما يلعبش كورة تاني في النادي الأهلي. للأمانة أنا لو المدير الفني والله العظيم الناشئ اللي اسمه سمير محمد ده ألاعبه أساسي على كهربا. والله العظيم أنا ممكن أكسب لاعب ناشئ ومهاجم واعد، لكن كهربا مش هكسب منه حاجة. وناس طلعت تقول كهربا الماتش اللي فات عدل مستواه وكهربا عدل تألق. يا جماعه ما تستعجلوش في حكمكم يا جماعه، ما تحكموش بسرعه كده يا جماعه. ليه بقى ما بتحكموش بسرعه؟ لان انت كنت بتلعب فرقه تعبانه، فرقه كتيانه من الاخر ملهاش في الكوره، فطبيعي كهربا يتألق على فرقه زي دي. لكن بتيجي بقى للفرقه اللي بتعرف تلعب كوره، اللي بتعرف تقف دفاعيا كويس، اللي بتعرف تنظم وفرقه منظمه، كهربا بيختفي. كهربا يا جماعه الكوره بتتكعبل في رجله. كهربا عمره ما كان محطه. كهربا ولا تعرف تسند عليه. كهربا ولا تعرف تستفيد منه. كهربا اسهل الفرص بيضيعها. كهربا ده لو واقف قدام الجون والجون فاضي مش هيحطها بره، زي ما عمل في الماتش الافريقي. فانت يا باشا في غياب وسام ابو علي انت حلولك الهجوميه كلها زيرو. تخيل يا جماعه ان مارسيل كولر اضطر في الشوط الثاني ان هو يلاعب يحيى عطيه الله جناح، لانه مش لاقي حد يلعبه. مفيش حد. وده الكلام اللي احنا قلناه. قلنا عايزين مدافع كويس مكان عبد المنعم، رحت جبت لي مدافع مصاب. قلنا عايزين وينج، عايزين جناح، عايزين جناح مكان احمد عبد القادر اللي مشي. نفضت وكبرت دماغك وما جبتش الجناح. النتيجه كانت ايه؟ النتيجه ان لما بيرسي تاو وحسين الشحات مش مستواهم، اضطر مارسيل كولر انه يلعب يحيى عطيه الله جناح. تخيل معايا ان يحيى عطيه الله الباك الشمال بيلعب جناح. تخيل اسكواد الاهلي وصل لفين. تخيل ان انت في غياب وسام ابو علي مش لاقي راس حربه تلعب بيه. تخيل. تخيل معايا كده. تخيل الحاله المزريه اللي احنا وصلنا لها. وكل الكلام ده قلناه قبل بدايه الموسم. وكل اللوم واللوم الاساسي على الاداره قبل المدير الفني. المدير الفني اخطا في اختيار التشكيل في بعض المراكز معاك، لكن اللوم الاساسي ان المدير الفني ما عندوش ادوات بره تساعده ان هو يكسب مباراه زي دي. وكانت النتيجه ان انت تعادلت بطلوع الروح، ان انت تعادلت في مباراه ما تستحقش تكسب فيها اصلا.